السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وعلى طريق النجاح معانا مكملين. النهارده هنبتدي الفيديو بسؤال. كوتش، انا بعمل كل اللي انت بتقول عليه بس حاسس ان انا متربط بسلاسل، في حاجات كده خارجه عن ارادتي او بحس ان انا مش عارف فعلا اتحرك تجاه الهدف اللي انا عاوزه. في فيديو النهارده هنتكلم عن 5 عادات او ممكن تقول عليهم 5 سلاسل مربطين رجلينا ومش عارفين نتحرك، برغم ان احنا كتبنا اهدافنا، برغم ان احنا ماشيين على الطريق، ولكن حاسين ان احنا بنتحرك ببطء او رجلينا ما بتتحركش خالص. خليك معايا في الفيديو ده. الجزء الاول هنتكلم عن ال5 عادات او 5 سلاسل اللي احنا ممكن نكون بنعاني منها، وفي الجزء الثاني هنتكلم ازاي ان احنا نكسر السلاسل دي. يلا بينا. العادة رقم 1 أو هنقول السلسلة رقم 1 ألا وهي الانفومانيا. الانفومانيا كتير قوي مننا بيحس إن هو خايف تفوته أي معلومة، دايما بيحاول يقرا يمين وشمال ويطلع من فيديو لفيديو، وتلاقي نفسك مثلا جيت بتتفرج على فيديو وتبص تلاقي نفسك معداش كام ثانية وتبص تلاقي نفسك بتدور على فيديو تاني، أو إن أنت مثلا بتقرا كتاب وصلت للصفحة رقم 10 وبعد كده تقول ايه ده انا لسه ما خلصتش الكتاب اللي بيتكلم في نفس الموضوع، وتلاقي نفسك فعلا بتفتح الكتاب التاني وتدور عليه، تلاقي نفسك فاتح 3 كتب او 3 فيديوهات او مثلا 5 فيديوهات ما كملتهمش عن نفس الموضوع اللي انت بتقرا عنه او نفس المعلومات اللي انت بتدور عليها، وتبص تلاقي نفسك عندك رعب من ان يفوتك معلومة. دي سلسلة او دي عادة اسمها الانفومانيا. في دراسة من جامعة لندن بتقول ان التركيز على اكتر من معلومة ممكن يقلل الذكاء بنسبة 10 درجات. يعني انت بتأثر على نسبة ذكائك بنفسك باللي انت بتعمله ده، بالرغم من ان انت عاوز تثقف نفسك وتدور على معلومات كتير في وقت قليل، ولكن النتيجة ان انت بتأثر على نسبة ذكائك. لو انت بتعاني من الانفومانيا الحل بسيط، حاول ان انت تحدد على معلومة ثابتة في نفس الوقت. حدد هدفك من كل معلومة بتدور عليها، خلي عندك وقت ثابت للمعلومة ووقت تاني للتطبيق. اسأل نفسك المعلومة دي هتفيدني دلوقتي في ايه؟ مش بعدين، لا دلوقتي في الوقت اللي انا فيه المعلومة دي هتفيدني في ايه؟ وده كان الحل السريع ان احنا نتخلص من سلسلة الانفومانيا. السلسلة رقم 2 معانا الا وهي knowing doing gap، الفجوة بين المعرفة والتطبيق. ده ببساطة كده ان انت عندك المعلومة ولكن ما بتطبقهاش. يعني انت عارف ان انت لازم تنام بدري، عارف ان انت لازم تلعب رياضة، عارف ان انت لازم تخس، عارف ولكن بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجة. الدكتور مارشال جولد سميث بيقول لك ان اكتر حاجة بتفصل الناس عن النجاح هي مش قلة المعرفة ولكن هي قلة التطبيق. ودي كانت العادة رقم 2 أو السلسلة رقم 2 اللي مخليك مش عارف تتحرك. لو أنت بتعاني من knowing doing gap الحل بسيط جدا، ألا وهو لما يكون عندك فكرة طبقها في خلال 24 ساعة. ابدأ بخطوة صغيرة، مش لازم تكسر الدنيا. اتعامل مع التطبيق على أساس إن هو عادة يومية، مش قرار أنت بتاخده أو هتبتدي فيه، لا عادة يومية. كل يوم ابتدي بحاجة صغيرة عشان تتخلص من السلسلة دي. السلسلة رقم 3 معانا النهاردة ألا وهي Achievement Addiction، إدمان الإنجاز. تبص تلاقي نفسك قبل ما تخلص الهدف اللي انت شغال عليه بتدور على هدف تاني عشان تحققه وعشان تنجزه. قبل ما تفرح بالإنجاز اللي انت عملته لا بتدور على هدف تاني وتالت ورابع وخامس، وتبص تلاقي نفسك ما انجزتش حاجة من الأهداف اللي انت كاتبها لنفسك. كل ما تنجز حاجة بتحس ان في حاجة ناقصة، وده بيخليك دايما حاسس بالفشل وعدم النجاح برغم من ان انت ناجح. دراسة من جامعة هارفارد بيزنس ريفيو قالت ان انت لو وقعت في فخ الانجاز المستمر بيزيد عندك التوتر وقلة الرضا عن النفس. ودي كانت السلسلة رقم 3 النهاردة. لو انت بتعاني من الاتشيفمنت ادكشن دايما افتكر ان كل انجاز بتعمله لازم تاخد راحة، واعتبر ان الراحة دي هي جزء من الرحلة، لازم تحتفل بيه وتفرح بيه وتكتبه في ورقة، انا انجزت النهاردة كذا. السلسلة رقم 4 معانا النهاردة ألا وهي المولتي تاسكينج أو تعدد المهام. تبص تلاقي وانت شغال بتكتب ايميل ولا حاجة تقول هبص على رسالة الواتساب، هفتح مش عارف ايه، هعمل ايه، هتفرج على فيديو، تبص تلاقي نفسك بتعمل مولتي تاسكينج مش مركز على تاسك واحد. في دراسة من جامعة ستانفورد أثبتت إن أي حد مولتي تاسكينج شغال على أكتر من تاسك في نفس الوقت بيبقى أبطأ بنسبة 40% ومعدل الأخطاء بيزيد. لو انت بتعاني من المولتي تاسكينج الحل بسيط وسريع، استخدم تقنية البرومودو 25. اشتغل ركز 25 دقيقة على الحاجة اللي انت بتعملها وخد راحة 5 دقايق، 25 دقيقة على الحاجة اللي انت بتعملها وخد راحة 5 دقايق، هتلاقي نفسك بتنتج اكتر، هتلاقي نسبة الاخطاء almost zero.
العادة رقم 5 أو السلسلة رقم 5 ألا وهي attachment to your phone، الإدمان على التليفون. يعني بتصحى من النوم بتمسك التليفون تبص فيه، رايح الحمام بتمسك التليفون تبص فيه، قبل ما تكتب إيميل بتمسك التليفون تبص فيه. حياتك هي عبارة عن تليفون وحاجة كمان أنت بتعملها. الحياة عمالة تمر، هتشتغل إمتى؟ الحياة مش تليفون بس. في دراسة من جامعة نوتنغهام بتقول إن استخدام التليفون أكتر من 3 ساعات بيقلل الإنتاجية وبيزيد من التوتر. لو انت بتعاني من السلسلة رقم 5 ألا وهي ال attachment to your phone، الإدمان على الموبايل، الحل بسيط. خصص وقت معين للتليفون والسوشيال ميديا، ونحاول خصص وقت يكون في نص اليوم أو في آخر اليوم، بحيث ان انت تشبع الكريفنج للتليفون، اللي هو انت عاوز تقلب في التليفون ساعات مجرد ان انت بس تسواب اب، ان انت عمال بس شغال بالتليفون. برضو في حاجة تانية مجربة، اعمل ديجيتال ديتوكس، خصص يوم في الأسبوع بحيث ان انت تبني العادة اللي هو انت ممكن تعيش من غير تليفون أو سوشيال ميديا. الخلاصة هنا يا أبطال ألا وهي ان احنا لو قدرنا نتخلص من ال5 عادات دول، احنا هنزيد إنتاجيتنا بنسبة 50%. هتحس فعلا فرق في طاقتك، في سرعتك، في أدائك، في تقليل المارجن أو هامش الأخطاء. وافتكر إن مفيش حاجة اسمها مفيش وقت، ولكن الوقت بتاعنا بيتسرق بعادات مش كويسة مرتبطة بينا أو موجودة في حياتنا وإحنا مش واخدين بالنا منها. ده كان فيديو على السريع عشان ناخد بالنا ونكمل في طريقنا، وإن شاء الله نوصل للهدف اللي إحنا عاوزينه. أشوفكم بخير ومكملين على طريق النجاح. مع السلامة.